بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي، كل سنة وانتم طيبين. زي ما الناس طلبت على الجروب أسروي على الواتساب إن إحنا نشرح الأبسس ألسر، وده الصراحة من المواضيع المهمة اللي بتجيلنا كتير في العيادة. تمام، والمريض ساعات بيقعد يلف بين عيادة الباطنة وعيادة طب الأسرة وعيادة الأسنان، والموضوع بيبقى مزعج جدا للمريض، وفي دكتور يروح مديله جيل أنتي فانجل، ودكتور تاني يروح مديله غرغرة، ودكتور تاني يروح مديله اسايكلوفير، ودكتور تاني يقول له دي مش زعل فاحنا النهارده زي ما بيقولوا هنحط النقط على الحروف، لان الموضوع ده مهم وهيفرق جدا مع المريض، وهيفرق جدا حتى في الدياجنوزس بتاعنا. وخصوصا زي ما احنا هنشوف ان اكتر علاج موجود في الاب تو ديت، وموجود في بي ام جي، وموجود في الميديسكيب، وموجود في الامبوس، وموجود في المراجعه الرئيسيه، تقريبا في مشكلتين الدكاتره تقريبا ما بتكتبوش خالص. تمام، اللي هو العلاج الرئيسي بتاع الابسس ألسر، كل الناس بتكتب كل حاجه، اللي هو رقم اتنين حتى في معظم في الشرق الاوسط. انا بتكلم على مصر ودول الخليج، بما ان معظم الناس موجودين فيها غالبا اصلا العلاج ده مش موجود، فاحنا بنعمل له افتكاسه كده عشان نوصل ليه، وهقول لكم العلاج ده ايه، بس نتكلم الاول على الدايجنوزس. بالنسبه يا جماعه الابسس ألسر هي بتبقى موجوده اكتر في النون كيراتينايزد تيشو. يعني موجوده مثلا واحد بيشنت، عارف بيشنت يروح مطلع لك لسانه كده، يقول لك في الجنب كده في بينفول ألسر، دي ابسس ألسر اللي بتيجي على الجنب اليمين او الشمال. بيشنت تاني في سوفت بالت، والناس اللي بتتلخبط بين سوفت بالت وهارد بالت هبقى انزل لكم كام صوره كده، ده مكان شائع ليها. في الخد من جوه البقل، ميكوزا، البيشنت يروح فاتح بقه كده في الميكوزا اللي هي ورا الخد من الفم من الداخل، دي غالبا بتبقى ابسس ألسر. طيب، طبعا في فروقات كتيره هتبان اكتر ان احنا نشوف الحاله اكتر مره، بس مبدئيا هي اما بتبقى اوفال او راوند، يعني اما بتبقى مدوره او بيضاويه، السنتر بتاعها بيبقى وايت او يلو، ماشي كده، والبوردر ريد. هنزل لكم برضو الصور بتاعتها، مهم ان الناس اللي تسمع الفويس ده تشوف الصور. وبالمناسبه يا جماعه الكورسات احنا زي ما قلنا مش بنسمح بنقل تداول الداتا بتاعتها لغير المشتركين، لكن الجروب ده يا جماعه ان شاء الله مجاني، صدقه جاريه ان شاء الله، فمسموح الناس تعمل فورورد الرسائل او للصور اللي هو على جروب الواتساب، اللي هو اسروي على الواتساب اللي احنا بننزل عليه الفويسات دي. تمام كده. طيب، بالنسبة للشكل تاني ممكن يبقى شكلها زي ما احنا اوفر او راوند، وممكن عادة السنتر بتاعها بيبقى يلو او وايت مع ريد بوردر، شكل مميز قوي برضه، هنزل لكم الصور بتاعتها. اكتر حاجة بتبقى مزعجة للمريض ان هي بتبقى بينفول، فعشان كده في الهيلثي اديوكيشن بتاعنا، وخصوصا احنا كفاميلي كونسلتنت او معانا ناس فاميلي فيزيشن او حتى جي بي، رقم واحد الاكلات الاسيديك او السبايسي، الحاجات الحار اللي هي فيها فلفل او شطه او ليمون، الحاجات الاسيديك كمان بتبقى بينفول جدا، فبقول للمريض من فضلك اي اكله سبايسي او اسيديك ممنوع على الاقل لحد ما تتحسن. رقم اتنين، وده سبب رئيسي، الاسنان لو فيها مشكله، وخصوصا لو فيها حاجات مدببه او فيها سن مكسور ولا حاجه، ده بيفضل يعمل اريتيشن لحد ما يجي مثلا في اللسان او في حته من الاماكن المعروفه للابسس ألسر، مع الوقت يحصل ابسس ألسر. فلو في مشكله في الاسنان لازم تتعالج. احنا عندنا الابسس ألسر اما بتبقى ماينور، بتبقى مساحتها صغيره اقل من 10 مللي، ودي 75% من الحالات تقريبا، وتاخد لها تقريبا من 7 ل 10 ايام وبتتحسن. لكن عندنا اللي هي بتبقى رخمه شويه، اللي هي الميجور دي بتبقى اكتر من 10 مللي في الحجم، وبتفضل من 10 ل 40 يوم. في تلاقي واحد عمال يلف من هنا من هنا من هنا، وخد كل الادويه، وخد المس، وخد مش عارف ايه، وزي ما نشوف كمان شويه هو ما خدش العلاج الرئيسي اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. طبعا احنا مهم احنا كدكاتره ان احنا نكون شاطرين ونبص برضو هل في ألسرز في اماكن تانية، عشان يكون عنده بهجت ولا حاجه، او بيشنت تاني كبير في السن في ألسر بشكل معين عنده مالجنانسي. بس طبعا احنا مش في سياق الكلام ده، احنا دلوقتي في سياق ان هي ابسس ألسر وازاي نتعامل معاه. رقم واحد، احنا مشكلتنا البين، فالبيشنت هياخد انالجيسك. بالنسبه للانالجيسك، سواء انت في مصر او بره مصر، انت عندك بي بي سي سبراي، تمام، او اي ليدوكاين سبراي. ليدوكاين سبراي، بي بي سي بقى سبراي، او اي نوع منتج تجاري اللي يعجبك، ما عندناش مشكله. او اي حاجات تانية برضو اللي هي فيها الانالجيسك، زي الاوراكيور جل. اوراكيور جل ده موجود في مصر، افضل وقت ليه عند اللزوم او قبل الاكل ب5 دقايق، لان البيشنت بيتألم جدا، وخصوصا قبل ما ياكل، فاحنا قبل الاكل ب5 دقايق نستخدمها. فدي اول حاجه، لان لحد ما يتحسن الموضوع هياخد له وقت، فلازم اديله انالجيسك. رقم اتنين، وهي دي بقى التركه الرئيسيه اللي احنا بنقول ما حدش بيكتبها، اللي هو التوبيكال كورتيكوسترويد. توبيكال كورتيكوسترويد
توبيكال كورتيكوسترويد الناس اللي بتحب تقرا في المراجع والريفرنس المحترمه بيقول لك ان في توبيكال، في زي لزقات كده بتتحط، او بقى في زي فيلم كده، حاجه كده بتتحط على مكان الالسر، كورتيكوسترويد، من اول بقى الديكساميثازون لحد في حاجات بيتا ميثازون، لحد في حاجات هيدروكورتيزون. للاسف على حد علم القاصر بالنسبه لمصر ما بنشوفش الكلام ده. فاحنا كنا بنعمل ايه، وهي دي اهم حته صراحه في الفويس، احنا بنجيب امبول ديكساميثازون، وبنجيب قطنه، تمام، وبنفرغ محتويات الديكساميثازون. ممكن تبدا نص في نص عشان ما تهدرش ان جزء منه ممكن يمتص عن طريق القطنه نفسها ما استفدش منه. فنحط مثلا اول نص الامبول اللي هو اول سنتي مثلا، ونعمل زي ايه بالمصري بنسميها سقسقه، ان احنا نحط كده نبلل مكان القرح، نسيبه على كل قرحه شويه. ده بفضل الله حاجه سحريه جدا. وزي ما قلنا احنا كنا زمان بنعمل الموضوع ده على هي حاجه اجتهاديه مننا. انا كنت من زمان وانا في امتياز الحركه دي بعملها مع الناس اللي بيجوا لي البيشنت، وكنت فاكرها الصراحه شغل سوق وتركات، لحد سبحان الله الواحد ما ابتدى يقرا في المراجع. سبحان الله ده اللي موجود اصلا في المراجع، يعني مش شغل بقى سوق ولا شغل، لا، الحته الاجتهاديه مننا اللي احنا بس بنجيب حاجه، لان احنا ما عندناش بريبريشن على حد علمي جاهز للنقطه دي ككورتيكوسترويد، تمام. وفي زملاء تانيين ودي برضو كنا بنعملها بس هتبقى اغلى شويه، اللي احنا بنجيب السوليو بريد اورو، سوليو بريد اورو اللي هو قابل للذوبان، تمام، وبنخلي البيشنت يفتت التابلت، او هي اصلا بتبقى قابله للذوبان، بيبللها بميه كده ويحطها على الالسر لحد ما تدوب على الالسر. ده برضو بتبقى حاجه نتيجتها كويسه جدا، بس الصراحه امبراكتس بنشتغل اكتر بالديكسا، تمام. يبقى رقم واحد اتكلمنا على الحاجة توبيكال انالجيسيك، وخصوصا قبل الأكل قلنا بي بي سي سبراي، أي ليدوكاين سبراي، أي أوراكيور، أي حاجة من الحاجات دي، لأن الموضوع هياخد له كام يوم على ما يتحسن، فيقدر يتعامل يعني سواء في بين ياخد عند اللزوم أو قبل الأكل 5 دقايق. رقم اتنين قلنا التوبيكال كورتيكوسترويد. رقم تلاتة وده أكتر حاجة بتتكتب، ولو دورت في مراجع مش هتلاقي هي التريك أو في اللي هو الأنتي فانجل، اللي هو طبعا أشهر حاجة الميكونازول، اللي هو زي الميكوناز والحاجات دي كلها، او الدكتارين اورال جل. بعض المراجع كاتباه، والصراحه ان براكتس بنكتبه ليه خوفا من السكندري فانجل انفكشن، وخصوصا في باد هياجين. فاحنا عمليا برضو صراحه بنستخدمه. وكان في منتج دايما بقول عليه في التسجيلات بتاعتي اسمه ميكوبان. ميكوبان ده كومباينيشن ما بين الميكونازول والليدوكاين او انالجيسيك، توبيكال انالجيسيك. فالميكوبان مش الميكونيز، الميكوبان ده لو موجود يبقى كده قشطه جدا، خد 2 في 1 كل 6 ساعات لمده اسبوع ل10 ايام والدنيا تمام. مش موجود خلاص بجيب البي بي سي سبراي، وبجيب ميكوناز لوحده، البيشنت بيستخدمه كل 6 ساعات، تمام، لمدة أسبوع ل 10 أيام. المراجع كاتبة بعض الأدوية التانية في الحالات بقى الريكارنت والحاجات الرزلة شوية. البي ام جي بيذاكر النقطة بتاعت الفيتامين بي 12، قال لك البيشنت بياخد 1000 مللي جرام، طبعا بتكلم كلام كله على الادلت دلوقتي، بياخد 1000 مللي جرام يوميا حتى لو فيتامين بي 12 بتاعه الليفل بتاعه كويس. يعني البيشنت بيقول لي يا دكتور انا عملت التحليل اهو، ما نعمل تحليل افرض النسبه عندي كويسه. لا، البي ام جي قال لك في بعض الدراسات ان الفيتامين بي 12 بيفيد في الحالات ديت. عاده بنشتغل ب 1000 مللي جرام اللي هو بيبقى ملجا عاده بيبقى تقريبا تركيز 500، في البيشنت بياخد قرص مرتين يوميا. المتوسط الفيتامين بي 12 الجرعه هنمشي من اسبوعين لشهر، واحيانا بعض الحالات تحتاج 3 شهور، تمام. الميديسكيب قال لك برضو في حالات الريكارنت، انا جبت لك بقى الحاجات اللي ايه في الحالات الريكارنت او الحاجات الريزنه مش بنكتبها روتين، خلي الحاجات دي ايه حوشها يعني ايه الحاجات الجامده قوي، اللي هو الكولشيسين. طيب يا دكتور الكولشيسين مش في حد البهجت بس، هقول لك لا، الكولشيسين يا جماعه ده اصلا انتي فيماتوري محترم جدا وبيعالج الالسر فعلا. ففي حاله الكولشيسين اللي هو نص مللي جرام بناخد جرعه متوسطه 3 مرات يوميا. طبعا احيانا بيعمل دايريه، احيانا بيعمل جي اي تي بروبلم في اول استخدامه، فبنستخدمه 3 مرات يوميا لمده مثلا متوسط 10 ل 14 يوم. يبقى اذا الاساسي عندي تاني عشان طولت عليكم عشان التسجيل طول مني، هو توبيكال انالجيسيك زي ايدوكاين، هو بي بي سي سبري او حاجه زي كده. الديكساميثازون امبول بنحطه سقسقه كده، او سوليو بريد بنخليه يدوب على القرحه. بس الديكساميثازون سايل، فالصراحه عمليا اسهل، وبين قوسين هو اقوى زي ما قلنا في كورس ميني فارما في محاضره الكورتيكوسترويد. هو الديكساميثازون اقوى من جروب البريدنيزولون ب6 مرات، تمام كده. واخر حاجه الميكونازول وامباكت الصراحه بنكتبه هيلث اديوكيشن، البيشنت لو عنده سن مدبب او في مشكله في الاسنان يعالجها، الجود هايجين،
يقلل من الاسترس، يقلل من التوتر، وطبعا اثناء الموضوع دوت يتجنب الحاجات السبايسي الحراقه والحاجات ديت كلها. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.